وكيفاش ممكن هما يخليوك انسان سوي وفي نفس الوقت بتصرفات بسيطه يقدروا يخليوك كومه ديال العقد النفسيه كتمشى فوق الارض. الطفل ما كتهدنش الا قلتي له صافي راه كلشي بخير، الكلمات ما عندها حتى معنى بالنسبه ليه، ولكن ملي كتحطو على صدرك، ملي كيحس بدقات القلب ديالك مستقره، ملي التنفس ديالك كيبدا يتباطأ، الجسم ديالو كيبدا يقلدك، والهدوء كيجيه من عندك قبل ما يتعلم يخلقو راسو. الا فكرتي فيها غير شويه، الطفل ما كيحتاجش غير يتسمع ويتحس، هو محتاج حتى لشي واحد اللي يهدنو، حيت بوحدو ما كيقدرش. هادشي علاش الطفل ملي كيتزاد الجهاز العصبي ديالو كيف ما قلنا باقي ناقص، غير مكتمل النمو. النظام اللي كتضبط الضغط، دقات القلب والتنفس وحتى المشاعر باقي ما ناضجش. يعني بكل بساطه الطفل ما كيقدرش يلقى التوازن براسو. هنا كيجي الدور المهم ديال الوالدين. الام والاب راه ماشي غير كيعتنيو بولدهم، كيوليو بحال واحد الجهاز عصبي خارجي ديال الطفل، وهاد المساله كتسمى الكوريغوليشن. الا كانوا اللمسات الاولى امنه كيولي الهدوء ممكن، الا كانت مشوشه او غايبه كتولي عدم الامان هي القاعده. اذا حنا فاش كنتزادوا ما كتكونش عندنا القدره على اننا نضبطوا مشاعرنا ونهدنوا راسنا. هادشي اللي كيخلينا نعولوا على مصدر خارجي اللي غيهدلنا، باش من بعد كنتعلموا منه كيفاش نهدنوا راسنا. هادشي خاصو يخليك تفكر 1000 مره قبل ما تقرر تولد، وعلى شحال انت غتكون مؤثر في حياه داك الانسان.